السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو فاخر يا ابني وفيديو فاخر من الآخر. الفيديو ده بصراحة جميل جدا لأن أنا بسمع الكلام ده بصراحة يا جماعة. الواحد بتحس كده إن هو يعني لما واحد يتكلم عليك كلام حلو أنت بتحس كده إنك يعني مبسوط إن الناس بتتكلم عليك حلو، ومبسوط إن الناس شايفاك في صورة مشرفة. أنت هتقول لي عمال تتكلم على مين؟ الناس شايفة مين؟ الناس شايفة المصريين يا جدعان، شايفة المصريين يا جدعان، ومحدش يقوحنا في الكلام يا ابني أنت وهو. لأننا في الفيديو ده هنسمع بصراحة إعلامي يمني، اعلامي يمني يا جماعه بيتكلم كلام عن مصر وعن المصريين. بصراحه انت اول مره هتسمعه وهتشوف الناس. بقول لكم ايه، انا هفضل اشرح لكم. ما تيجوا بينا مع بعض نشوف هو الاعلامي اليمني ده قال على مصر وقال على المصريين ايه، عشان تعرف الناس شايفه المصريين ازاي. ما تيجوا بينا مع بعض على طول نخش نتابع الفيديو وبدون ما نوجع في دماغ بعض والكلام ده كله. يلا بينا نشوف الفيديو واسمعوا بنفسكم هو قال ايه. يلا بينا. الكلام عن مصر لا يحتاج إلى مناسبة، والحديث عنها لا يتطلب مجهودا في البحث أكثر من أن تفتح عينيك لترى كيف تفتح ذراعيها لكل زائر ليشعر أنه من أهلها، وكيف توفر الأمن لكل من جار الزمن على وطنه فيشعر أنه وهو في قلب القاهرة وكأنه يعيش آمنا في صنعاء وعدن وليبيا وسوريا والعراق. والكلام عن فضلها لا يتطلب سوى أن تتخيل وضع المنطقة العربية من دونها. لا شك أن الوضع سيكون بائس جدا. هي مصر التي كانت دولة وحضارة قبل أن يعرف العالم الدولة أو الحضارة. هي مصر التي عرفت العلم وشيدت معابد وآثار ما زال العالم في حيرة من أمرها وكيف فعلوها منذ آلاف السنين. هي مصر التي تعلمت وعلمت وروضت الطبيعة وتعلم أهلها كيف يكونون مع العدو أشداء ومع الضعيف في قمة اللين والحلم. لا يحتاج الكلام على مصر إلى مناسبة، لأن مصر تخلق كل يوم مئات المناسبات لكي نذكرها بالخير. مصر التي شهدت أقوى مؤامرة في العصر الحديث لترويضها وكسرها من خلال سيطرة الإخوان المسلمين عليها، قامت وانتفضت وغيرت بثورتها المباركة في 30 من يونيو الوجه المخيف الذي كان ينتظرها والمصير المجهول التي كانت تسير إليه. فكانت مضربا للمثل في كيفية التغلب على الصعاب ومواجهة قوى الظلام والتخلف المدعومة من أجهزة مخابرات عالمية تحاول النيل منها. انتصرت إرادة مصر لأنها إرادة شعب لديه حضارة وثقافة ويرفض أن يدمر نفسه ويقبل الموت على أن يسمح للأعداء بالمرور فوق تراب الوطن. في مصر يقدم أبطال الجيش والشرطة ملاحم أشبه بالأساطير جعلت أطفالها يحلمون بأن يصبحون مثل المنسي ومغربي ودبابة وإبراهيم الرفاعي وكل الأبطال الذين يضحون بدمائهم. في مصر فقط غنى الأطفال في فصولهم انشودة حملت اسم قالوا إيه، التي يرددها أفراد الصاعقة واعتبروها أيقونة لهم، كما غنوا علمونا في مدرستنا إزاي نحبها. هل رأيتم في أي مكان آخر أطفال يحلمون بأن يصبحوا شهداء في سبيل الوطن في غير مصر؟ مصر الكريمة التي تقول عن اللاجئين فيها إنهم ضيوف، فلا تجدهم في معسكرات وخيم إيواء أو أي شيء مما تفعل بعض الدول التي تتاجر باللاجئين وتهدد بهم العالم. والأجمل أنها لا تحصل على أي إعانات ولا مقابل من دول العالم، بالعكس يتقاسمون الأطعمة مع الشعب المصري ويأكلون مما يأكل ويشربون من نفس المياه ويستخدمون نفس السلع والأدوات المدعمة من الحكومة وكأنهم أهل البلد. في مصر اللاجئ هو ضيف، كما يردد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي الذي سيذكر التاريخ أنه رجل شريف تعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف، رجل تحمل من الصعاب والمشاكل والتهديدات ما يفوق طاقة البشر وتحمل أمانة وكان عليها نعم الأمين. سيذكر التاريخ أن هذا الرجل لو أراد أن يحصل على كنوز الأرض لفعل، لكنه أراد لوطنه الخير وقرر أن يخوض معارك مع الإرهاب والتطرف ومع التخلف، وقرر أن يبني بلدا مثقل بالمشاكل فأحدث ثورة عظيمة في كل شيء في هذا البلد. أعزائي المشاهدين، كل من يزور مصر يدرك أن ما يتم فوق طاقة البشر وأنه معجزة حقيقية. لا يحتاج الكلام على مصر إلى مناسبة، لكننا في اليمن ننظر إلى مصر دائما على أنها الشقيقة المهمة
لا ننظر فقط إليها باعتبارها الشقيقة الكبرى، وهي الكبرى بالفعل، لكننا ننظر إليها باعتبارها الشقيقة المهمة التي ما أن نحتاجها سنجدها دائما تمد لنا يد العون حتى دون أن نطلب منها. زي ما احنا سمعنا مع بعض الفيديو يا جماعة، ادي كلام الاعلام اليمني على مصر وعلى المصريين. شفتوا يا جماعة الناس بتتكلم على المصريين بطريقة جميلة جدا، بطريقة حلوة جدا يا جماعة. الناس شايفانا في صورة كويسة جدا، واتمنى طبعا ان احنا نفضل في صورة كويسة جدا، ويا رب دايما يعني يصلح الاحوال، ونقدر ان احنا بص كده يعني نكون واجهة مشرفة كل الدول العربية. زي ما احنا بنسمع الكلام الحلو ده يفضل على طول يا جدعان. هتلخبطوني ليه؟ انت هتلخبطوني ليه؟ انا نسيت الكلمتين اللي انا عايز اقولهم، انا نسيت الكلمتين اللي انا عايز، ده انا حتى نسيت الاعلام اليمني ده قال ايه؟ هو قال ايه؟ ما حد يفكرنا هو قال ايه؟ هو قال ايه يا جدعان؟ هو قال إيه على مصر وقال إيه على المصريين؟ بصراحه اللي انا عرفته ان هو قال كلام حلو جدا، قال كلام حلو جدا في حق المصريين. انا دماغي خلاص سرحت مني، انا جوعت ولا يا جدعان؟ انا شكلي جوعت، انا شكلي جوعت. هروح اعمل لي اي سندوتش بكوبايه شاي حلوه كده، واشوف وارجع تاني للفيديو اشوف الاعلام اليمني ده قال ايه. حد يفكرني يا جدعان، حد يفكرني هو قال ايه. بصراحه الفيديو جميل. المهم الفيديو ده جميل جدا، يعني الفيديو ده حلو جدا للاعلام اللي الناس بتتكلم علينا بصوره كويسه. مش صح؟ مش هو ده الكلام اللي حصل؟ وده طبعا كان الفيديو بتاعنا كده خلص يا جدعان. الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. يلا هروح اعمل بقى سندوتش وكوبايه شاي، واشوف اللي انا فيه ده ايه اللي حصل بالظبط. ما خلاص يا عم، ما سلام، ما قلنا سلام، ما تفضلوا واقفين ليه؟ ما خلاص خلص الفيديو.